دي حكايتي. حكاية بنت زي أي بنت، كانت بتحلم بالحب، بالبيت الدافي، بحياة مليانة فرح. بس الدنيا زي ما بتدي بتاخد، وأحيانا بتخون. أنا عشت خيانة من أقرب الناس لقلبي، من اللي قلت عليه ده سندي ونصيبي. بس بدل ما اتكسر قمت، وبدل ما أضعف بقيت أقوى. القصة دي مش بس عن وجع، لأ، دي عن قوتي، عن إزاي قلبي اتكسر وإزاي لميته. هتحسوا معايا كل لحظة، من أول الحلم الوردي للصدمة اللي هزتني لحد النصر اللي كتبته بإيدي. لو عايزين تعيشوا معايا الحكاية كملوا، وما تنسوش اضغطوا لايك، اشتركوا في القناة، واكتبوا تعليقكم. يلا أحكي لكم حكايتي. أنا نهى، بنت من حي شعبي في القاهرة. عينيا زرقاء زي البحر، وشعري أسود طويل زي الحرير. كنت عايشة في بيت صغير مع أبويا حسن، راجل عصبي دايما بيزعق، وأمي فاطمة ست طيبة، بس الزمن كسرها. من وأنا صغيرة كنت بحلم بالحب الكبير. كنت بشوف في الأفلام وأقول يا رب أعيش حياة زي دي، واحد يحبني بجد، يخليني أنسى هموم البيت. كنت بشتغل في محل ملابس صغير في وسط البلد، شغل بسيط، بس كنت بحب أضحك الزباين، وكلهم كانوا بيحبوني. كنت دايما بقول لنفسي هلاقي اللي يستاهلني، وهنعيش سوا في بيت مليان حب. وفي يوم وأنا في المحل دخل شاب طويل وسيم، لابس بدلة شيك زي اللي في الأفلام، اسمه سامح. عينيه لمعت لما شافني، وبدأ يكلمني بكلام زي العسل. يا نهى انت زي الملاك، أنا أول ما شفتك حسيت إني لقيت اللي بدور عليه من سنين. قلبي دق، حسيت إن ده هو الفارس اللي بحلم بيه. سامح كان بيجي المحل كل يوم، يشتري أي حاجة، يضحكني، يحكي لي عن أحلامه. قال لي أنا هعمل لك بيت زي القصر يا نهى، انت هتبقي ملكة حياتي. وأنا صدقت، قلبي سبق عقلي. سمعت همسات الناس اللي قالوا خلي بالك سامح ده شكله مش مضمون، بس قلت لنفسي مستحيل، ده اللي بحبه. بعد شهور من الكلام الحلو سامح جه البيت وطلب إيدي. أبويا وافق بسرعة لأن سامح كان بيرمي الكلام الكبير، أنا هاخد بالي من بنتك وهعيشها في نعيم. أمي كانت ساكتة، بس عينيها كانت بتقول إنها قلقانة. الخطوبة كانت زي الحلم. كنت كل يوم أروح أشتري حاجة لجهازي، أختار فستان، أحلم بالفرح. كنت بشوف صوري مع سامح وأقول دي بداية حياتي الجديدة. بس في حاجات بدأت تقلقني. سامح كان بيختفي كتير، مرة يقول عندي شغل، مرة تليفوني فصل، مرة في ظروف، بس ما تقلقيش. وأنا كنت بقول لنفسي ما ينفعش أشك فيه، ده خطيبي. بس الشك بدأ يزيد. كنت بلاحظ نظراته اللي بتتحشاني، تليفونه اللي دايما مقفول، أو لما يرن وهو يقفله. مرة سألته يا سامح في إيه؟ أنت مخبي حاجة؟ ضحك وقال يا بنتي أنتي بتشوفي أفلام، أنا قلبي مليان بيكي. وأنا زي أي بنت بتحب صدقت، بس الشك كان زي الدود بينخر في قلبي. في ليلة صيف كنت قاعدة مع سامح في بيتهم، بنتكلم عن الفرح. ساب تليفونه على الترابيزة ودخل الحمام. التليفون نط، ومن غير ما أقصد عيني جت على الشاشة، رسالة من رقم غريب: وحشتني يا حبيبي، إمتى هتخلص من الخطوبة دي؟ قلبي وقف، وإيديا بتترعش وأنا بمسك التليفون. فتحت الرسالة ولقيت محادثة كاملة مع بنت اسمها ريم، كلام حب ووعود وصور، صور لسامح معاها في أماكن أنا ما شفتهاش معاه قبل كده. حسيت الدنيا بتلف، دموعي نزت قبل ما أفكر. لما خرج واجهته. إيه ده يا سامح؟ أنت بتخوني؟ بكل برود ضحك وقال يا نهى ما تكبريش الموضوع، دي مجرد تسلية، أنت اللي في القلب. تسلية؟ الكلمة دي كانت زي خنجر في صدري. أنا اللي ضحيت بحياتي عشانه أبقى مجرد تسلية؟ بكيت وزعقت وقلت له إزاي تعمل كده؟ أنا بديت لك قلبي. بس سامح كان زي الحجر، قال لي لو مش عاجبك نلغي الخطوبة، بس أنا عايزك أنتي. خرجت من عنده قلبي مكسور، بس لسه فيا أمل إنه يتغير. قلت لنفسي يمكن دي غلطة وهيتعجل، بس اللي جاي كان أسوأ.
يوم الفرح كنت زي القمر. الفستان الأبيض كان لايق عليا، المكياج بيبرق، وأنا ببص في المراية وأقول النهاردة يومي، سامح هيحبني زي ما أنا بحبه. بس القدر كان ليه رأي تاني. قبل ما أدخل القاعة سمعت تليفون سامح بيرن، كان سايبه على الكرسي جنبي. من غير ما أفكر فتحت الرسالة اللي وصلت ولقيت جملة كسرت قلبي: مستني اللحظة اللي ابقى معاكي بجد يا ريم، العروسة دي هتعدي. حسيت الأرض بتتشال من تحت رجليا. سامح في يوم فرحنا بيبعت رسائل حب لواحدة تانية، بيخوني في اللحظة اللي المفروض تكون أسعد لحظة في حياتي. دموعي نزلت بس مسحتهم بسرعة. بصيت في المراية وشفت نفسي وقلت أنا نهى، وأنا مش هبقى ضحية لأي حد. وهنا قررت. في نص القاعة قدام مئات المدعوين وقفت. الناس كانت بتزغرط، الموسيقى شغالة، وسامح بيضحك زي الملاك. مسكت المايك وبهدوء بس بقوة قلت للكل: أنا النهاردة كنت مفروض أبقى عروسة، بس العريس اللي جنبي ده مش عريس، ده خاين. خاين مش بس خدعني أنا، لأ، ده بيلعب بقلوب الناس زي ما بيلعب بفلوسه على الطاولة. الناس سكتت، الصدمة كانت على وشوشهم. سامح حاول يقاطعني: نهى أنت بتقولي إيه؟ بس أنا مسكتش. كملت: اللي بيخون قبل ما يبتدي هيخون طول العمر، واللي باعني النهاردة هيبيعني كل يوم. وأنا يا جماعة مش هبقى لعبة في إيد حد. رميت الدبلة في وشه وقلعت الفستان قدام الكل ولبست جاكيت أختي منى اللي كانت واقفة مصدومة. مشيت وسط زغريت الناس اللي اتحولت لهتافات إعجاب. أمي بكت، أبويا زهق، بس أنا ما بصيتش ورايا. مشيت وعرفت إني كسبت نفسي. بعد الفرح الناس قالت كتير. في اللي قال دي مجنونة تسيب عارفها كده، وفي اللي قال دي بطلة ما سكتتش على الخيانة. أنا رجعت شغلي في المحل، بس المرة دي كنت مختلفة. بدأت أوفر فلوس، اشتريت كمبيوتر وعملت قناة يوتيوب. بدأت أحكي حكايتي، أحكي عن الخيانة وعن القوة اللي جوه كل بنت. قناتي كبرت وصوتي وصل لملايين. بقيت رمز لكل بنت اتخدعت بس قررت تقوم. وسامح سمعنا إنه اتجوز بنت تانية وخانها هي كمان، بس أنا ما كنتش بفكر فيه. كنت ببص لقدام، بحلم بحياة جديدة، وبقول الخيانة وجعتني بس علمتني إن أغلى حاجة في الدنيا هي كرامتي، ومهما كان الوجع أحسن مليون مرة من إنك تعيشي في كذب. يا جماعة دي كانت حكايتي. أنا نهى، البنت اللي قلبها اتكسر بس قامت وكتبت حياتها من أول وجديد. لو عجبتكم حكايتي اضغطوا لايك واشتركوا في القناة واكتبوا تعليقكم. انتوا شايفين إني عملت الصح لما سبت سامح ولا كان المفروض أكمل؟ احكولي رأيكم ومستنياكم في الفيديو الجاي.